في كتلة في الثدي وتستدعي ان انا اخد منها عينة قبل ما نشيلها. هل ينفع اخدها في وجود حمل؟ الإجابة إن ينفع ناخدها في وجود حمل. في حالات كتير بتبعت لي وتقول أنا عندي كتلة ولازم آخد منها عينة بس أنا حامل فهخش أشيل الكتلة على طول. الكلام ده غلط تماما. العينة سيف جدا أثناء الحمل، وبالعكس هي الوسيلة الأساسية. يعني أنا لو عندي ورم ليفي حميد ولقيته في الأشعات بتاعة المريضة بيكبر وهي حامل، هطلب منها إنها تاخد منه عينة الأول، مش إن إحنا نخش نشيله واخد مخاطر البنج أثناء الحمل على الجنين. طبعا مش حاجة صح إلا لو كنا مضطرين لها. فبالتالي اثناء الحمل ان انا اخد منه من الورم عينه بابره قطعه، دي حاجه امنه جدا ما فيهاش منها اي مشكله خالص ولا هي خطوره. بالعكس ده هي اللي هتطمني، واذا كان هو ورم ليفي حميد هنتابعه لحد ما نخلص الحمل بتاعنا عادي جدا، ونخلص الولاده كمان، وممكن نخلص الرضاعه ونتابعه اثناء الرضاعه، وبعد الفطام نبقى نحدد اذا كنا هنشيله ولا هنكمل متابعته. لكن لو انا ما اطمنتش بعينه بابره قطعه من ان الورم دوت حميد او خبيث، مش هقدر اتعامل ومش هقدر اقول اتابعه بمنتهى الاريحيه، وممكن يبقى هو في نسبه انه يبقى ورم خبيث، وبالتالي انا ضريت المريضه في ان انا قلت لها استني انما تولدي وبعد كده نشيل الورم او ناخد منه العينه. هرجع تاني اقول ان العينه امنه جدا وسيف تماما اثناء الحمل، مفيش منها اي قلق، وهي الاساس في تشخيص الاورام الصلبه في الثدي. يا رب اكون افدتكم. معاكم دكتوره ساره زيتون، استشاري جراحات اورام الثدي التجميليه.